جيتكم فيديو جديد وبلعبة كلاش. اليوم راح ننزل العامل الخامس وهم راح ننزل الدفاعات مال تاون 9. بهذا الفيديو راح ننزل العامل الخامس والدفاعات مال تاون 9. خليكم الفيديو ويلا بينا. السلام عليكم شباب وحياكم الله يا احلى متابعين. ببدايه الفيديو قلت لكم اليوم راح ننزل العامل الخامس مثل ما وعدتكم بالفيديو السابق. قلت لكم راح ننزل العامل الخامس، اجيكم الفيديو انزل عامل خامس. وبالفيديو الراح ما نزلت الدفاعات مال تاون 9 مثل القوس مثل هواي دفاعات ما نزلتهم، بس بهذا الفيديو راح ننزل العامل الخامس والدفاعات. قبل ما ننزل الدفاعات يا شباب، اللي يحب يشتري حساب كلاش حساب بوبجي تشتري كلان، راح اخلي لك رابط المتجر بصندوق الوصف وراح تلقاه هم باول تعليق يا شباب، وراح تحصل عروض مناسبه يا شباب. المناسبه يا شباب اني مسوي مسابقه على تاون 7 ماكس، واليوم راح احدد يوم المسابقة، راح احدد موعد المسابقة يا ولد. بنهاية الفيديو راح احدد موعد المسابقة، وهي المسابقة على تاون 7 ماكس. ما عليك بس تعلق وتكتب اسمك بالتعليقات وتشترك في قناتي التليجرام. فبنهاية الفيديو ان شاء الله راح اعلن موعد المسابقة، وانت تكون سعيد الحظ ويانا بالمسابقة على تاون 7 ماكس. قبل ما نطور وقبل ما نهجم وقبل ما ننزل العامل يا شباب، هسه اريد من عندك ان تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وتعطيني لايك وتشارك القناة واكتب اسمك بالتعليقات حتى تدخل بالمسابقة يا ولد. فيلا بينا خلينا ننزل العامل الخامس وننزل الدفاعات مال تاون 9 يا شباب. هسه حاليا يا شباب اني بالفيديو الراح ما نزلت الدفاعات مال تاون 9 لان طورت وهجمت وطورت الملكه وطورت الجدار مال تاون 9 بس مو ماكس. بس بهذا الفيديو يا شباب راح ننزل العامل الخامس وراح ننزل الدفاعات مال تاون 9. اول شيء يا شباب خلينا نفرغ المخازن، خليه ننزل الدفاعات. اول شيء راح ننزل القوس هنا راح نخليه، وهنا هم راح ننزل الثاني. ننزل الثاني يا شباب، نشوفه الثاني هذا هنا راح ننزله هنا. ايش عندنا بقى؟ عندنا 4 ملايين يا ولد. هسه حاليا بعد شنو بعد من الدفاعات ما نزل؟ راح ننزل التيسلا هنا نخليها يا شباب، وبقى عندنا 3 ملايين. وبقى عندنا ايش عندنا؟ البرج الساحر هم راح ننزله هنا يا شباب. اما بقى عندنا ما بقى عندنا عامل ولا عامل، لان هسه عندنا التسلا نزلت، الاقواس نزلت، برج الساحر عندنا نزل. فحاليا هسه شباب شنو راح نسوي؟ راح ننزل العامل الخامس، وهذا العامل الخامس راح نخليه للملوك للجدار. اذا عندنا دارك نطور به الملوك، اذا عندنا ذهب او اكسير نطور الجدار، لان الجدار مكلف لازم نطوره. فراح ننزل العامل الخامس، وخلينا ننزل العامل الخامس ب2000 جوهرة يا شباب، ب2000 جوهرة. وهسه نزل عندنا العامل الخامس. وحاليا هسه شباب راح نطور قطعة من الجدار مال تاون 9 بالاكسير. نقول يلا وهاي وحدة، والله ايوه هاي 2 وهاي 3 وهاي 4 وهنا 5. خلينا شوية نطور، بعدين نطور قطعة ونهجم هم بنفس اللحظة. راح نهجم بالاستراتيجية التنين الناري والبالون. هسه خلينا نكمل التطوير بالاكسير. هسه حاليا شباب خلينا على هاي الموارد ونشوف الموارد. عندنا موارد هنا هم هنا عندنا موارد. صارت عندنا 4 ملايين من الذهب و4 ملايين من الاكسير. فحاليا شباب هسه طورنا
العفو، نزلنا الاقواس، نزلنا البر، نزلنا التسلا. ايش بقت عندنا؟ بقى عندنا منو المنفاخ الجوي والدفاع الجوي، الدفاع الجوي والمنفاخ الجوي بقى عندنا ما نزلناه. ان شاء الله بالحلقه الثانيه وبالسلسله الثانيه راح ننزل الدفاع الجوي، وهم راح ننزل المنفاخ الجوي ان شاء الله. فخلينا نهجم. خلينا نطلب اول شيء دعم يا شباب، ونهجم واجيكم يا ولد. ولقينا موارد وبتاون 9 شباب، تاون 9 500 ب600 يا ولد، و3000 من الدارك، 3900 من الدارك يا ولد. فحاليا راح نهجم مين راح نهجم من صفحة المنفاخ الجوي، لأن هذا المنفاخ الصراحة مصيبة إذا هجمت ضده. راح نهجم من هنا، ننزل كل الجيش كله، يعني التنانين، وننزل الدعم، وننزل ال 12 بولون يا شباب، وراح ننطي تجميد على المنفاخ حتى لا يضوجنا. وهنا راح ننزل الغضب والمنفاخ، وهنا التجميد، هنا ما راح ننزل الملوك، ننطي تجميد. وهنا يا شباب راح ننزل الملك من هنا والملكة من هنا احسن. هنا يا ولد راح ناخذ التاون وراح ننطي تجميد، وننطي عوفة هاي التسريع، عوفة راح ننطي هنا تسريع للبولون، راح ننطي تسريع للبولون احسن. هنا راح نفعل خاصية الملك يا شباب، راح نفعل الخاصية وناخذ من عنده يعني نجمتين زينات. وهنا راح نفعل الخاصية مالت الملكة. وهنا اخذنا موارد كل الزينة وحلوة، يعني زينة، يعني حد الان هجمة حلوة. حاليا عندك الدفاعات ماكس، عندك الدفاعات ماكس، الجدار مو ماكس، بس اكو من الدفاعات مو ماكس. حاليا يا شباب هسه بقى عندنا تنين وعندنا الملكة، ونشوف بلكة نمسح. ليه راح نمسح شباب؟ ليه ما بقى شيء، المهم ما مسحنا، يلا حسبالي راح نمسح. يلا على كل المهم باقي عندنا وقت، بس بلكة الملكة تستغل الوقت ما اعتقد. يلا طلعنا، خلينا نطلع ونرجع للصفحة. جاتكم شباب من جديد، واخذنا الموارد حلوة ونجمتين. هنا اخذنا دعم، وهسه حاليا راح نجهز مرة ثانية نفس الاستراتيجية. وشوف شو اخذنا، والله الجواهر اخذنا 10 جواهر لتدمير الهاون. هنا المهم هسه اخذنا 10 جواهر. حاليا يا ولد نهجم مرة ثانية، ما مجهز. على كل راح اجهز مرة ثانية. يلا حسبالي مجهز انا الجيش، هسه راح اجهز من جديد ونهجم. اخذنا الدعم، هنا تسريع، وهنا راح يكلف عندنا يعني تقريبا ما يقارب وايد. انت هنا بلش قد 40 جوهرة، يلا يتجهز الجيش. وهنا 36 يعني 76 جوهرة، 76 جوهرة يا شباب. هسه حاليا خلينا قبل ما نسرع الثكنة، خلينا نطور. هنا نطور قطعة، القطعة الثانية بالاكسير. شي جينا خلينا نطور احسن، خلي شي بيدنا نطور بالاكسير بالذهب. المهم احنا نريد نطور الجدار، لان الجدار شباب الصراحة مكلف كلش، يعني الجدار مكلف، يعني انا اهتم بالجدار احسن، لان انا اطور الجدار حتى الدفاعات بسيطة. يعني اذا تهجم لك هجمتين او ثلاث هجمات انت تقدر تطور الدفاع. بس الجدار الصراحة شباب الجدار مكلف، عندك تقريبا ما يقارب
بال200 او 300 او 150 قطعه، فلازم انت تطورهن، فلازم تطور. هنا هسه خلينا نشوف ايش عندنا بالاكسير يتطور. ايش عندنا بالاكسير يتطور؟ راح نطور البولون، نطور البولون بالاكسير خوش، ونسرعه اما تسريع. هاي عندنا راح بالتسريع البولون. وهسه حاليا بقى عندنا 8 تنانين طلع بجواهر هنا، اما راح نستخرج بجواهر. وهسه نهجم واجيكم شباب، جتكم من جديد. وشوف الموارد، الفول 800 ب 800، يعني 800 من الذهب و800 من الاكسير، والدارك 2600 يا شباب يا عيوني. تعالوا نانا، تعالوا راح انزل عليه منها من صفحة الملكة، يعني هذا تو فاتح التاون 9. راح انزل بالنانة الدعم، وراح انزل البولانات انشرهم نشر احسن. هنا راح شو اسوي قبل ما يوصل البولان للدفاع الجوي؟ نعطيه تجميد وغضب وتجميد بتجميد، وننزل الغضب هنا يا شباب، وهنا تجميد وتسريع هنا، وهنا تجميد يا شباب. وراح ننزل الملكة من هنا، والملك منا، لان الملك اريد اخذ لي هاي الصفحة، والملكة اريد تاخذ لي هاي الصفحة كلها. حاليا ما نفعل الخاصية مالت الملوك اثنيناتهم، ما نفعلهم، راح نخليهم على راحتهم يمسحون يا شباب. نشوف اللي راح نمسح احنا، مو ما نمسح بس، راح نعطي مجال للجنود، وراح نفعل الخاصية مالت الملك. وهنا نريد ننهي الهجمة يا شباب. وهنا اخذنا مسح واخذنا موارد حلوة فول. اجتكم شباب من جديد. وهسه راح ايش نسوي؟ والله ايش عندنا؟ اخذنا الجرعه مال التسريع المختبر، وهنا هم الجرعه اخذنا مال القوه ومال القوات الخارقه، الجنود الخارقين. هنا اخذنا الجرع. هسه حاليا يا وليد راح شو نسوي؟ راح نطور الملكه. قبل ما نطور الملكه شباب، خلينا نطور بالذهب الجدار، نطوره بالذهب احسن. الاكسير ما راح استخدمه، لان الاكسير اريده. راح الاكسير ما راح اطور بالاكسير، راح اريد اطور بالذهب. اطور بالذهب حاليا. خلي هسه حاليا عوفه على الحطه. هسه حاليا شباب راح نطور الملكه في العامل الخامس اللي نزلناه، فنروح على الملكه ونطورها، وراح تصير نفل 6 مستوى 6 يا شباب. روح بالتطوير يا الملكه. حاليا نزلنا العامل الخامس، وطورنا الجدار، ونزلنا الدفاعات بالتاون 9، نزلنا القوس، ونزلنا البرج الساحر، ونزلنا التسلا، وطورنا الملكة بهذا الفيديو. ان شاء الله ان شباب اجيكم فيديو ثاني مطورين بعض الشغلات بتاون 9. بعد اكو دفاعات ما نزلناها قلت لكم عليها، المنفاخ الجوي والدفاع الجوي من بهذا الفيديو. ان شاء الله اجيكم بالفيديو انا يعني نص التاون 9 ماكس ان شاء الله عن قريب. فحاليا خلينا نتحول على المسابقة وعلى الهدية شباب. المسابقة ان شاء الله يوم الاثنين اعلن عن الفائز، يعني يوم الاثنين اعلن عن الفائز، وهو على تاون 7 ماكس. اللي يحب يشترك بالمسابقة ما عليه بس يشترك بقناتي التليجرام ويكتب اسمه بالتعليقات حتى يشترك بالمسابقة. وشروط المسابقة تعرفونها كل زين، انا قلت لكم بداية الفيديو، تشترك بالقناة على قناة التليجرام، وتعلق
وتعلق بالتعليقات، تكتب اسمك بالتعليقات حتى تشترك بالمسابقة. هاي شروط المسابقة. وإذا أنت تحب تشترك بهاي قناتي، اشترك، فعل زر الجرس، واعطيني لايك، وشارك القناة، واكتب اسمك بالتعليقات. هاي الشروط المسابقة يا شباب. وعلى تاون 7 ماكس تعرفون نوع المسابقة، اكتب اساميكم، وهذن الاسامي اطلع من عندهم 5، ومن ال5 يكون سعيد الحظ هو واحد ويانا بالمسابقة يا شباب على تاون 7 ماكس. فلهنا أنا وصلنا نهاية الفيديو. إذا عجبكم الفيديو والهجمات والمسابقة عن موعد المسابقة، لا تنساني ادخل على القناة واشترك، فعل زر الجرس، واعطيني لايك، وشارك القناة، واكتب اسمك بالتعليقات حتى تشترك بالمسابقة. ومع السلامة يا أحلى متابع.